تسمع عن كتيبة الموت ومين هو قائدها؟ في معركة اليرموك وبالأخص في اليوم الخامس من المعركة حصلت كارثة من الكوارث اللي كانت ممكن تنهي مستقبل جيش المسلمين في المنطقة كلها، لدرجة إن كل كتب التراث تقريبا اتكلمت عن المشهد ده، واللي حرفيا وصل لمرحلة رهيبة من الجنون. وقتها كان في ضغط شديد على ميمنة جيش المسلمين، واللي تراجعت رجوع مخيف لولا نزول خالد بن الوليد بفرقة الخيالة الخاصة به من على الجبل لنجدة الموقف. وبالفعل قدر ينجد الموقف وتتقدم الميمنة من تاني ويتمركز الجنود في أماكنهم. التحم خيالة خالد بن الوليد مع خيالة الروم وانتصروا عليهم في قتال الفرسان، بل وتقدم جيش المسلمين أكثر وانقضوا زي السيل على قلب الروم. وهنا انكشف جيش الروم وخرج آلاف الرماة في المواجهة، وأمر قائد جيش الروم واللي كان اسمه ماهان الرماة في الجيش يرموا بسهامهم ناحية أعين الجنود، وانطلق سيل جارف أمطار عظيمة من السهام وكلها مصوبة ناحية الأعين، وهي أعين مقدمة جيش المسلمين، لدرجة أن السهام وقتها حجبت نور الشمس عنهم، واتصاب أعداد رهيبة من المسلمين بالسهام، وبالأخص في منطقة الوجه والعين، لدرجة أن اليوم اتلقب بيوم التعوير. المشهد كالتالي: صرخات رهيبة، ألم، دم بيسيل من الوجوه، ومقدمة الجيش كلها بتوقع، وبالتالي اللي وراهم ولا عارف ينجدهم بسبب السهام، ولو حصل تقهقر الروم هيطلعوا بالسيوف وهتحصل مجزرة كاملة. فالحل ان سهام الروم توقف شوية علشان نقوم المصابين من مكانهم والجيش يتراص من تاني ويتراجع باحترافية، لأن أي انسحاب بعشوائية معناها مجزرة هتنهي جيش المسلمين كله. ووسط الصرخات والدم والاستغاثات وجيش الروم بيتقدم عشان يحصد كل المصابين ويعمل منهم بحر من الدم، هنا بس الزمن توقف تماما، وتسلط المشهد على فارس مغوار طويل مفتول العضلات، صوته جهوري تقدر تميزه من وسط 1000 صوت، نظراته تشوف فيها الموت، نزل من على الفرس وكسر غمد السيف، وده معناه ان الراجل ده داخل ينتحر، خلاص باع الدنيا باللي فيها ورفع شعار الموت. الفارس ده هو عكرمة ابن أبي جهل، ابن أكبر رأس من رؤوس الكفر، بس المرة دي هو مسلم، والمرة دي افتكر كل الأذى اللي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين أيام كفره هو وأبوه، ولقى إن دي أعظم فرصة يكفر فيها عن كل أفعاله. وتقريبا صوته سمعوا أهل السماء والأرض وقتها، وهو بيصرخ صرخته المهولة والمميزة وهو بيقول: من يبايع على الموت؟ والبيعة دي لو بايعتها فأنت يقينا بعد دقائق هتبقى جثة هامدة، لأنك ببساطة هتعمل عملية انتحارية عظيمة، وقد تكون العملية الأعظم في التاريخ. وفورا بدأت البيعة، بايعه ابنه عبد الله وعمه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور المقاتل الفز، لحد ما وصل العدد ل 400 مقاتل. 400 مقاتل هدفهم تشتيت جيش الروم علشان يخفوا الضرب عن جيش المسلمين، عشان يتراجع وينظم صفوفهم تاني. 400 مقاتل هيصدوا ضربات وسهام 240 ألف مقاتل من الروم. 400 مقاتل بايعوا الله على الموت لحماية المسلمين. سيدنا خالد بن الوليد قائد الجيش كان شايف المشهد كويس قوي، وعارف يعني ايه عكرمة يموت وأثره في نفوس الجنود. عكرمة كان حالة فريدة، وجوده لوحده بمئات المقاتلين، وموته مش هين إطلاقا. عكرمة فارس من أسياد قريش، عربي مقاتل مغوار. حاول سيدنا خالد يحذره، بس عكرمة كان خد القرار خلاص، قال له: انت ليك سابقة واحدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما حاربته في أحد، أما أنا وأبويا كنا بنأذي الرسول ليل نهار، يعني هحارب الرسول وههرب النهارده من الروم. ورفعوا الدروع وانطلقوا ناحية قلب الجيش الرومي، وصرخات الله أكبر بترج الأرض بمن عليها. وهنا انطلقت كل سيول السهام ناحية ال 400 مقاتل علشان يوقفوهم، وتراصل آلاف الجنود لصد هجمة الكتيبة العكرمية، كتيبة الموت. ولك أن تتخيل الكتيبة شقت جيش الروم لنصفين حرفيا، وتوغلت لحد قلب الجيش، ورغم تراص الجنود بالدروع الحديدية، وعملت الكتيبة دي مقتلة في قلب جيش الروم وصلت لأكثر من 10,000 جندي من الروم المدججين بالسلاح والسهام. وده لدرجة أن جيش قوامه 250,000 تهز وترج وتراجع وصفوفه انهارت، ورجعت الكفة من تاني للمسلمين بعد ما نقلوا الجرحى وتراص الجيش واستعاد توازنه بفضل الوقت اللي كسبوه في انشغال جيش الروم بكتيبة الموت. وانتهى اليوم الأشد على نفوس المسلمين. وفي نهاية اليوم بدأ سيدنا خالد بن الوليد يتفقد القتلى من المسلمين علشان يفاجأ بال 400 مقاتل أصحاب كتيبة الموت قتلى، إلا واحد بس وهو ضرار بن الأزور. وشاف عكرمة مطعون بأكثر من 70 طعنة ما بين ضربة سيف ورمح وسهم، وكان وقتها لسه في الروح هو واثنين كمان من كتيبته، الحارث بن هشام وعياش ابن أبي ربيعة. حاول يسقوهم ويلحقوهم بالمية، وراحت المية للحارث، فسمع عكرمة عطشان جنبه وبينزف من كل مكان، فطلب يشربوا عكرمة الأول. وجه يشربوا عكرمة، سمع عياش عطشان جنبه فطلب يسقوا عياش الأول. راحوا العياش لقوه فارق الحياة، رجعوا العكرمة لقوه مات. حاولوا يلحقوا الحارث بن هشام، لقوه مات من كتر النزيف برضه. وقع الخبر على المسلمين بصعوبة شديدة، وقرر خالد بتنفيذ خطة عبقرية علشان ينهي المعركة دي في أسرع وقت ممكن.
بعت بالليل ضرار بن الأزور ومعه 500 من الجنود عشان يسدوا الجسر اللي ممكن يهرب منه الجيش الرومي بعد الهزيمة، وقرر ينزل بفرقة الخيالة اللي كانت أسرع من الريح تاني يوم لحد ما قدر يلتف حوالين ميسرة جيش الروم وينسفها نسف. وقت كان لسه قلب جيش الروم بيستوعب ان الميسرة انفصلت عن الجيش، وقدر واحد من جنود المسلمين يدخل في قلب الجيش ويقتل ماهان شخصيا، وبدأ يصرخ بأعلى صوته ويقول والله قد قتلت ماهان، والله قد قتلت ماهان. وتراجع الجنود للهروب، فلقوا ضرار قافل بجنود الجسر، وحصلت مقتل عظيمة وصلت رقم مخيف. 70,000 من جنود الروم سقطوا قتلى في المعركة العظيمة دي، واتفتحت أبواب الشام كلها بفضل الله وبفضل مقاتل اسمه عكرمة، مؤسس أعظم كتيبة فدائية في التاريخ، كتيبة الموت. فرضي الله عن عكرمة وعن سيدنا خالد وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دمتم في أمان الله، صلوا على رسول الله، ما تنسوش اللايك والشير، ونشوفكم على خير. السلام عليكم.